في 1936 سمع يوسف وهبي عن ممثل جديد موهوب وكان اسمه حسين صدقي، فبعتله عشان ينضم لفرقة رمسيس. يومها حسين معرفش ينام من كتر الفرحة. يوسف بيك بحاله بعتله، وهو اللي معروف انه ما بيطلبش حد لفرقته. في الوقت المحدد كان حسين واقف قدام يوسف بيك اللي أعجب بيه من أول لقاء، واداله دور كبير ومهم في مسرحيته الجديدة، وقاله بكرة الصبح تكون موجود في البروفا. خد حسين نسخة من المسرحية وروح، وتاني يوم كان واقف قدام يوسف وهبي بيعتذر له عن المشاركة في المسرحية. وقتها يوسف وهبي ما بقاش فاهم ازاي ممثل جديد ممكن يضيع فرصة زي دي، وعشان كده سأل حسين عن سبب رفضه، فلقاه بيقوله لأن الدور لشاب ينزلق في علاقة مع زوجة أبيه. فضحك يوسف وقاله طيب وماله. وهنا استغفر حسين صدي وقال أنا ضميري بيأنبني لو قبلت تمثيل الشخصية دي. وقبل ما يوسف بيك يسأل سؤال تاني خد حسين بعضه ومشي بعد ما اعتذر. وهنا يوسف وهبي لقى جماعة حواليه بيكلموه عن حسين صدقي، وبيقولوا له انه شاب مستقيم بيصلي كل الفروض في مواعيدها، وانه بيقعد على قهوة راديو في شارع عماد الدين، ومش بيشرب الا الشاي والكازوزة، وفي مواعيد الصلاة بيسيب القهوة ويروح يصلي في اقرب مسجد، وبعدها بيرجع يكمل الندوات الأدبية والفنية اللي بيشارك فيها مع زمايله من النجوم على القهوة. وفي نفس السنة استقبلت سينما رويال الفيلم الأمريكي Scandals of George White، وقررت السينما أنها تعمل دعاية للفيلم، فترجمت الاسم ترجمة حرفية وسمته فضائح جورج الأبيض، وبدأت تنشر اليوفط والإعلانات الكبيرة في كل الشوارع. وفي يوم من الأيام بيتمشى عم جورج أبيض في الشارع لقى اسمه منور بالبنط العريض، وكلمة فضايح بتسد عين الشمس، فراح جاب مصور وخلاه يصور الإعلانات دي، ورفع قضية على السينما واتهمها إنها شهرت بيه وبسمعته. وبعد مداولات أمرت المحكمة بأن الإعلانات تتشال واسم الفيلم يتغير، وقد كان. براءة يا عم جورج.